بسم الله الرحمن الرحيم. اخواننا الافاضل، في حاجه هنتكلم عليها جديده النهارده بتصيب اشجار الزيتون وبتعمل مشكله كبيره لاشجار الزيتون، خاصه في المزارع المنتجه للزيتون، اللي هي دودة البراعم. دودة البراعم دي دود صغير بياكل البراعم، بيسموها دودة البراعم لان هي بتاكل الاطراف بتاعه الورق. اهي هتلاقوها في كل اشجار الزيتون اللي عندكم. اهي ادي برعم اهو، البرعم الطرفي اللي هو النمو الجديد يعني اهو، هتلاقيه متاكل بالشكل ده اهو. ادي نفس القصه برضو اهي. لو جينا على شجر الزيتون تاني برضو نفس الحكاية اهي. ادي هي اصابة دودة البراعم اهي في الاطراف العلوية من ايه، من الورق اهي. اللي عنده الاصابة دي اسمها دودة البراعم. طيب ايه رش دودة البراعم؟ دودة البراعم بتترش حشري بحاجتين بقى. حاجة اسمها بروكليم اللي هو مانع انسلاخ، اللي هو ما يخليش اليرقة تتحول لطور العذراء وطور الحورية وتبقى فراشة كاملة وتطير تاني وتعمل تاني نفس الإصابة. وبتترش حاجة اسمها اللانت اللي فيه المادة الفعالة اللي اسمها ميسوميل. أي مبيد فيه بروكليم او في موسوميل بيتخلطوا على بعض بطريقه معينه، بيترش بيها على الاقل 3 مرات في السنه عشان اصابه دوده البراعم اللي انتوا شايفينها. دي اصابه من الاصابات الخطيره اللي لازم نخلي بالنا منها في اشجار الزيتون. تمام، تحياتي للجميع.